ورحمة الله وبركاته. وحشتوني، عاملين ايه يا حبايبي؟ ما تصلوا على النبي كده وتوحدوا الله. يا رب تكونوا كلكم بخير يا حبايبي. ساكتة ليه يا ام وعد؟ مفيش والله، النهارده كانت ساقعة وكان مطلوب مننا شوية رقاق عملناهم، وزي العادة الحيرة على الأكل. كان عندنا حتة لحمة في التلاجة طلعناها سلقناها وجبنا كيلو الا ربع، والله كيلو الا ربع رز بسمتي، وهعمل كبسه يا ام وعد. انتوا بقى تشوفوا وانتوا اللي تحكموا بنفسكم، هل دي الكبسه ولا مش الكبسه؟ انا على قد ما بعرف يا حبايب قلبي انا عملت عشان اسكت الناس اللي ورايا، وعشان يقولوا انتوا ما بتعملوش اكل ما بتعملوش اكل كل يوم على الموضوع ده، ما بتعملوش اكل. اما تصلوا على النبي. وحشتوني والله العظيم، وحشتوني. اللحمه على النار على قد بقى يا حبايب، يعني احنا الشوربه اكتر من اللحمه. مع النار يا حبايب قلبي، وحتى حبه زيت، وبقى عامله بصلايه في الكبه، وادي الرز بتاعي مغسول، وادي حبه الكركم واللومي والجدب الموجود. والله يا ام وعد احنا ما عارفين بتعمل ايه، صدقوني انا كمان مش عارفه اعمل ايه. انا مش بعلمكم يا حبايب قلبي، والله ما بعلمكم، انا بقول ايه، انتوا بتشاركوني اليوم بتاعي. ما دام في شغل يا حبايب قلبي ما بنبخلش. طب ما هي موعد حته اللحمه كانت عندك، امال يعني واحنا كسبنا 300 جنيه عشان نروح نجيب كيلو لحمه ب 300 جنيه يا حبايب قلبي؟ ما احنا قلنا كانت عندنا حته لحمه عملنا عليها الايه، الكبسه، وهنقول كبسه سعودي ونطلع حته مخلل ولا حته لف، والكل ياكل والكل يتراضى. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا هنا عايزه الشعله تعلى، انا تعبت من الشعله بتاعتك يا ست ام ايه. يعني خلي بالكم كان فيه رقاق وعجنته بايدي، صدقوني الست دي بتستغلني، بس انا بحبها. انت حره بقى يا ام وعد. طب يعني الداخل بناتكم طالع. ايوه يا حبايب قلبي، ادعوا لها كده ربنا يهديها ويصلح لها حالها ويصلح حالنا كلنا يا رب. طبعا احنا كل يوم يا حبايب قلبي حيرة على الاكل. انا مش بحمر البصله يا حبايب قلبي، انا بس بتبلها عشان تدي ريحه للكبسه اللي احنا هنعملها. طبعا احنا مش هنعملها على نص خروف ولا كيلو لحمه ب 300 جنيه، الموجود هنعمله يعني ايه، يشموا اللحمه بس كده. عايزين شوربه زي لينا بالظبط، انا عملت زي لينا، جابت فرخه وحطيتها في بانيو شوربه. اما تصلوا على النبي يا حبايب قلبي، صلوا على النبي، ربنا يصلح حال الشباب كلها. يا لهوي يا ام وعد، ده انت رغايه، انت رغايه قوي يا ام وعد. طب يا حبايب قلبي انا مش رغايه، انا بحبكم والله العظيم، بحبكم. عايزه تتخانقي؟ والله ابدا. ربنا يصلح حالكم ويشفي مرضاكم، ودايما كده تصلوا على النبي دايما، عشان بالصلاه على النبي كده بتطمئن القلوب يا حبايب قلبي. علي يا حبيبه قلبي على اللحمه بتاعتنا يا حبيبتي، علي علي. انتوا عارفين يا حبايب قلبي، قاعده ساكته مستنيه الاكل يخلص والاكل ينحط، وبعد ما تاكل تعمل كده تعمل كده، يعني عايزه حد كمان يشيلها يطلعها على السرير. لا انا هطلع. شايفين؟ معرفش بجد. انا هطلع انا اكل واطلع على السرير اهو. ده اكتر حاجه اعرف. علي كمان هنا علي على ده كمان الشغله بتاعتنا ايه يا حبايب قلبي، بتنجز معانا. امال لو مش بتنجز؟ كل التوابل حطاها مع اللحمه. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. طبعا احنا عندنا بسم الله ما شاء الله الشعله بتاعتنا اللهم بارك غير البوتاجاز خالص يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ام وعد نقحت الرز البسمتي حبايب قلبي، انا غسلته وحطيته على طول، ما نقحتش، ما كانش فيه وقت انقع، وبامر الله هيطلع قدامكم زي الفل يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اكبر، الله على الريحه، الله الله على الريحه. اللهم صل على النبي بألف هنا وشفا للي هياكل يا حبايب قلبي. اكتبوا وقولوا لي يا حبايب قلبي، الكبسه كده ولا انا من دماغي بعمل اي حاجه؟ طبعا يهمني رايكم، طبعا انتوا شطار وبتعملوا احلى حاجه، بس احنا بقى بنقول ايه. يا ام وعد الجدب الموجوده، ايوه الجدب الموجود.
وعلى قد لحافك مد رجليك، وعملنا حاجة تفرحهم، والبصلة وجعت عينيهم ودايما بيحسدوني يقولوا اشمعنى انت البصلة ما بتوجعش عينيك؟ عشان انا ما بشمش حاجة وحشة وعيني نضيفة. شوفوا بقى انتوا بتشموا ايه. حطيت الكركم يا حبايب قلبي، وحطيت البهارات بتاعت الكبسة زي ما انتوا شايفين اللون كده، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اما تصلوا على الحبيب كده القلب يطيب، عطروا قلبكم كده ولسانكم بالصلاة على النبي يا حبايب قلبي. تعالي يا غالية، تعالي يا غالية، اسقطي يا غالية. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. يا حبيبتي صلوا على النبي يا حبايب قلبي، بألف هنا وشفا للي حياكم. بقول لكم ايه يا حبايب، اتفضلوا معانا، الكبسة بتاعتنا هتخلص بالصلاة على النبي وارجع لكم وانا بحطها في الاطباق. حبايب قلبي بعد الرز ما خلص صلوا على النبي. غيلان يا حبايب قلبي مستنين، استهدوا بالله. لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله. شكله يفتح النفس بجد، وريحته فظيعة بجد والله العظيم، الريحة فظيعة. صلوا على النبي يا حبايب، بألف هنا وشفا للي حياكم. انا اجيب لي طبقين. لا خد الحلة كلها واقعدوا بره كلها، واللي بره بلاش يجوا ياكلوا، حتى مكسرين يقوموا يجيبوا معلقة كبيرة. معلش خليهم عليك. خراشي. طب ثواني بس اوري الحبايب بس، وبعد كده انتوا اغرفوا وكلوا. انتوا عارفين يا حبايب قلبي، صدقوني ماسكين المعالق واقفين كانهم بيحاربوا. صدقوني لو هم هيحاربوا مش هيعملوا كده. ما بعد التصوير هنقف هناك. يا رب كده يوم يكون كان خفيف عليكم يا حبايب قلبي، ويا رب ايوه هدوق قدامهم اهو. انتوا قلتوا خلينا نعمل حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه. ده الزيتون بتخلي بقى فظيع. الزيتون ده اللي انا عملته معاكم. عاملين لي رمضان يا حبايب قلبي، الغيلان اللي عندي خلصوا عليه. يا جماعه ما قدرناش نصبر بصراحه. شايفين؟ ما قدرناش. بالله عليكم ما تنسوني في اللايك والشير وفي الاشتراك في القناه. يا رب كان يومي خفيف على قلوبكم، وقولوا لي بقى هي دي الكبسه ولا حاجه على قد ام وعد. بحبكم في الله.